السلام عليكم الإخوان. كنظن من خلال هاد التصاور هادو تغرفوا بلاصة أشهر مكان تاريخي في مدينة أكادير، وهي القصبة التي كتوجد في أكادير أفلا، معروفة على الصعيد العالمي. هاد المدينة عندها واحد التاريخ قديم بزاف، فيه مازال حافظوا على التراث ديالهم، مازال كيفاش كان البني ديال الديور. المهم نخليكم مع واحد الإطلالة، تابوناو في القناة وتشوفوا القصبة من الداخل، الحلة الجديدة ديالها. هادي مكان ديال المدافع، كيعود للتاريخ ديالهم قديم. تبنى هاد المكان التاريخي في 1540 ميلادية، كان بناه محمد الشيخ السعدي، معروف على صعيد مدينة أكادير. هو اللي كان بنى هاد القلعة. هادي كانت عبارة على قلعة، كل الهدف ديالو هو يحمي مدينة أكادير من العدو. كما كتشوفوا هاد المدافع هادو، بصراحة كانت مدينة كبيرة، وفاش ضرب الزلزال هادشي اللي بقى منه. المهم هاد البلاصة هادي بلايص ديال البيوت، لقيت واحد المشيشات صغار عايشين ما شاء الله. هاد البلاصة هادي كما كتشوفوا فاش ضرب الزلزال 1960 بقى غير الآثار ديال هاد الأماكن. هادي واحد كافي مقهى، راه الاسم ديالها، راه المعلومات ديك العلامة التاريخية. هانتو كما كتشوفوا الصور. هادي كانت حديقة هادي كانت عبارة عن حديقة. صراحة كان زوين هادشي بزاف. هذا واحد المسجد، دابا غادي نشوفو واحد المسجد ضريح المياه الجوفية. هاد البلاصة هادي هنا فين كان عندهم هذا مسجد. كما كتشوفوا مسجد قديم، الصراحة بقى غير من وراء الزلزال، ولا غير آثار ديال هاد المعلومات التاريخية. هذا مسجد وزاوية كما كتشوفوا. الصراحة هاد المكان زوين الواحد يزورو إلا جيتي لمدينة أكادير. مكان ضروري من الأماكن ديال اللي معروفة بهم أكادير، خصك ضروري تزور هاد المكان هذا. مكان تاريخي، معلمة تاريخية بالنسبة للناس أكادير. كما كتشوفوا باقي ما شاء الله البنايات القديمة، وكان هذا هو الترميم الجديد ديالها باش إلاه حلت في الأوان الأخيرة. كما كتشوفوا هنا هادي كذلك واحد الصومعة، حمام تقليدي. هاد البلاصة هادي كان حمام تقليدي. كما كتشوفوا هنا كتطلع على مدينة أكادير كاملة، محيط بحر زوين بزاف، منظر رائع جدا. كما كتشوفوا منظر يا سلام. المهم الخوت تهلاو فراسكم، هذا اخر فيديو، مع فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم الجديد. تشاو تشاو.